أهلا بيكم في قناة فيلم ما تقالش وفيلم جديد. فيلمنا بيبدأ بجانج، بنت بسيطة وشغالة شغلانات كتير. كان حلمها تبقى موظفة حكومية، قدمت كذا مرة بس للأسف كانت دايما بتترفض. وفي يوم جالها اتصال واللي بتعرف منه إنها أخيرا اتقبلت في وظيفة حكومية بعقد 2 سنين، وده طبعا فرحها جدا وكانت طايرة من السعادة. بعد كام سنة وقت ما كانت راكبة القطر رايحة شغلها، شافت حرامي وهو بيسرق شنطة واحدة ست. خافت وحاولت تطنش لكنها ما قدرتش تسكت، فشدته من هدومه وكانت مرعوبة وترجته يرجع الشنطة، لكن استهزأ بيها ومشي. وفي الوقت ده كان في محققة اسمها ناي واللي كانت شغالة على قضية، لكنها شافت اللي حصل فكشفت نفسها ومسكت الحرامي وضربته علقة موت، فده خلى فريقها يضطر يوقف الشغل بعد ما انكشفت. وهنا بنشوف جانج بتوصل شغلها واللي كان في مبنى تبع وكالة الأمن القومي، وبنت عليها السيد بارك مديرها في الشغل، وبتروح له جانج مكتبه واللي بيعرفها إن عقدها قرب يخلص وإن زميلتها كانت أدائها أحسن، عشان كده عقدها هينتهي ومش هينفع يتجدد. جانج وهي خارجة من عنده جاله تليفون من نائب وزير الخارجية اللي كان هيطلع على المعاش، وطلب منه يحول له 500,000 دولار علشان يرشحه للمنصب بتاعه. بارك وافق بسرعة وحوله الفلوس في الحال، واتصل عليه يعرف انه التحويل وصله، لكن الموبايل كان مقفول. تاني يوم كلمه على التليفون الارضي في مكتبه، لكن المفاجأة ان نائب الوزير قال له ان عمره ما كلمه ولا يعرف حاجة عن الكلام اللي هو بيقوله. اتصدم بارك وكلم المدير المالي اللي عرفه انه اتنصب عليه من شركة هاكر. في الوقت ده جانج كانت واقفة بره مكتبه فسمعت المكالمة وعرفت انه اتنصب عليه، فعرضت عليه انها هتساعده، وهو طبعا في الاول رفض وبدأ يعمل تحريات عن شركة الهاكر اللي نصبت عليه ويجمع معلومات عنها. بيروح لجانج بيتها وبيطلب منها تساعده ووعدها انها لو نجحت وقدرت تثبت ان الشركة دي نصبت عليه ورجعت له فلوسه هيثبتها في الشغل. بعد كده بنشوف جانج وهي رايحة للشركة بعد ما قدرت تقدم طلب عشان تحصل على تدريب، وفي اول يوم تدريب ليها كانت هتتفضح وهي بتراقب مدير الشركة السيد مين، واللي شافها بس كان باين عليه انه لطيف جدا. ووقت ما كانت بتتدرب بنشوف المدرب واللي اسمه يانج وهو بيباها انهم شركة منظمة وبيقدروا ينصبوا على اي شركة من غير ما يسيبوا وراهم اي دليل انهم نجحوا في النصب على وكالة الامن القومي وياخدوا منها $500,000. وده اكد جانج ان مديرها السيد باركي كان على حق في كل شكوكه وان فعلا هي دي الشركة اللي نصبت عليه. وهنا بتلاحظ جانج ان المحققة نايم متخفية وسط مجموعة العمل اللي بتشتغل في الشركة، وطلعت بسرعة ودخلت الحمام واتصلت على بارك عشان تعرفه كل المعلومات اللي قدرت توصل لها وان فعلا هي دي الشركة اللي نصبت عليه، وعرفته انها شافت محققة اسمها ناي وهي متخفية وشغالة معاهم. هنا بارك استنتج ان الشرطة كمان بتحقق ورا الشركة وطلب من جانج تهدى وما تستعجلش في جمع المعلومات علشان ما تتكشفش. وبترجع جانج وبتبدأ تشتغل لكنها كانت مرتبكة ومتوترة، وده بسبب ان مكتبها كان جنب مكتب المحققة ناي. بس بنشوف هنا واحدة شغالة معاها اسمها سونج لاحظت توترها فجابت لها عصير وفضلت تشجعها وتهديها عشان تعرف تشتغل، وفعلا بدأت تشتغل وقدرت تنصب على ناس كتير. بالليل بنشوف كل موظفين الشركة وهم بيحتفلوا وكانوا فرحانين بجانج عشان اتعلمت الشغل بسرعة، واندمجت جانج معاهم وفضلت ترقص وتشرب. ووقت ما كان الكل بيحتفل بنشوف المحققة ناي وهي بتتسحب وبتدخل أوضة المدير السيد مين، وقدرت تاخد شريحة موبايله وحطتها على جهاز تهكير علشان تقدر تتجسس عليه. وفجأة بتدخل عليها جانج وكان واضح انها مش في وعيها وكانت هتبوظ الدنيا عليها، بس خرجت بسرعة وقابلت السيد مين اللي كان رايح مكتبه وبتعطله، وبتقدر المحققة ناي تخلص مهمتها وتخرج من المكتب بسرعة. وفي يوم التاني بنشوف جانج كانت تعبانة ونايمة وبتصحى الاتصال من السيد بارك اللي بيزعق معاها بسبب اللي عملته امبارح في الحفلة وانه شاف كل حاجة من الكاميرا اللي لابساها. وهنا بنشوف المحققة ناي وهي بتكلم زميلها في الشرطة بخصوص الشريحة وبتسأله لو وصلوا لحاجة، لكنه بيصدمها وبيعرفها انهم ما وصلوش لحاجة وانهم محتاجين دليل اكبر علشان ينهوا التحقيق. وبالليل بنشوف جانج وهو بيتسلل لأوضة مكتب مين عشان تفتشها، بس بتلاقي الكمبيوتر مقفول بباسورد، فعرفت السيد بارك اللي قال لها حطي كاميرا وامشي. وفي اللحظة دي بنشوف المحققة ناي واللي كانت برضو موجودة هي كمان عشان تفتش أوضة مين، وبتخبط هي وجانج في بعض وبتقوم بينهم خناقة وبيسمع الحارس صوتهم وبيجي عليهم، لكن المحققة ناي بتضربه بتوقعه على الأرض وبتجري هي وجانج وبيخرجوا بسرعة من الشركة وبيركبوا عربية توصيل طلبات ويهربوا بيها، لكن الأمن بيطاردهم وصاحب العربية بيبقى قاعد في الكرسي اللي ورا وهم مش شايفينه، وأول ما بيشوفوه بيتخضوا وبيعملوا حادثة بالعربية. تاني يوم بنشوف المحققة ناي وهي مع السيد بارك بعد ما عرفت ان هو اللي زارع جانج في الشركة وكانت متضايقة وبتطلب منه يسحب العميلة بتاعته ومالوش دعوة بالقضية دي. وبعدها بنشوف السيد بارك وهو بيتكلم مع جو، وده بقى مدير المحققة ناي اللي بيطلب من السيد بارك يبعد عميلته وان القضية دي تخص الشرطة وخارج اختصاص الامن القومي، لكن السيد بارك
بيصروا بيعرفوا ان سلطته اعلى، لكن اصراره ده بيشكك جو في السيد بارك، لكنهم بيتفقوا انهم يشركوا مع بعض في العمليه، وكل واحد بيتصل بالعميله بتاعته عشان يعرفوهم انهم هيشتغلوا مع بعض، لكن الاتنين بيتضايقوا جدا ومش عاوزين يشتغلوا مع بعض. لكن السيد بارك وجو كل واحد منهم بيطلب من عميلته انها ما تثقش في التانية. وهنا بنشوف جانج ونا هما داخلين الشركه، وبيقابلهم يانج وبيبلغهم ان عندهم عمليه مشتركه هيقوموا بيها مع بعض، وانهم هينصبوا على راجل عجوز وهياخدوا منه فلوس عشان يعملوا عمليه لمراته. وبنشوف جانج ونا هما مترددين، لكن نا بتاخد الفلوس من الراجل العجوز وبتمشي بسرعه بعد ما بتشوف يانج بيراقبهم من عربيته. وبيتخانق جانج مع نا عشان اخدت الفلوس من الراجل، لكنها بتقوله ان هي عاوزه توصل للراس الكبيره صاحب الشركه ومش قصدها تاذي اي حد، وده غصب عنها. وبيرجعوا الشركه وبيتفقوا انهم يجمعوا معلومات من غير ما حد يشك فيهم، وبتبدا انها تلفت انتباه يانج ليها وبتنجح في ده، وبيخرجوا مع بعض. وعلى الناحيه التانية جانج بتبقى قاعده مع سونج وبتلغي معاها عشان تجمع اي معلومات. من كلام سونج جانج بتستنتج انهم عمرهم ما شافوا الراجل الكبير قبل كده ولا يعرفوا اسمه، وان في احتمال مش اكيد ان مين يبقى ابن صاحب الشركه، وعرفت ان في عمليه نصب كبيره هتتعمل قريب. وهنا بنشوف نا وهي بتستغل وجود يانج في الحمام وبتسرق شريحه موبايله وبتهكرها، وبتسمع صوته وهو بيقع في الحمام، وبتبقى مبسوطة عشان ده هيعطله عن الخروج لحد ما تخلص. وبعد ما بتخلص بتقابل زميلها في العملية علشان تعرف منه ايه اللي على الشريحة، وتفاجئت منه انه بيقول لها ان مكلمش منها غير رقمين بس، رقم باسمه ورقم مطعم، وانه اكيد عنده موبايل تاني. وهنا بنشوف السيد بارك وهو بيحط جهاز تتبع تحت عربية مين. وتاني يوم نا وجانج بيحكوا لبعض المعلومات اللي وصلوا لها، وبعدين بيلاحظوا موظفين الشركة متجمعين وان في حاجة حصلت، وبتسأل جانج سونج في ايه، وبتعرفهم ان زميلتهم في الشركة يون مختفية بقالها كام يوم وانهم قلقانين عليها. وهنا نا طلبت من جانج تروح بيت يون تشوفها موجودة ولا لا، وهي هتحاول تتقرب من مين وتحاول توصل منه لحاجة. وبنشوف جانج وهي متضايقة وزعلانة، ويظهر عليها انها حبت مين. وهي واقفة في محطة الباص وكانت مكشرة ومكتئبة، لقت مين واقف قصادها بعربيته وناداها عشان يوصلها وركبت معاه، وعزم عليها بالعشاء وهي وافقت على طول. وبعد ما خلصوا عشاء رجع يوصلها البيت واداها رقم موبايله عشان لو احتاجت حاجة تكلمه. لما بتصل عند البيت بتلاقي نا واقفة مستنياها علشان يتكلموا ويفكروا في كل المعلومات اللي جمعوها. ولما بيطلعوا الشقة بتتفاجئ انها اوضه مكركبه، وبنعرف ان جانج باعت شقتها ودفع تكاليف العمليه بتاعت مرات الراجل العجوز اللي نصبوا عليه. حست نام الذنب لكنها بدات تحب جانج واخدتها عندها شقتها وطلبت منها يعيشوا مع بعض، ومن اللحظه دي هم اخوات، واتفقوا مع بعض انهم ينفذوا عمليات نصب اي حد فاسد وخاين. قربوا من بعض اكتر وارتباطهم بيزيد وحياتهم بتتغير. وفي يوم موبايل جانج بيرن، ودي كانت مكالمة من بارك، لكن نا بترد عشان تبلغه انها بتعمل شاور. لكن اول ما فتحت الخط لقت بارك بيزعق فيها على انها جانج، فاكتشفت انها مش عميلة، دي مجرد موظفة متعاقدة واتفصلت، وان بارك بيستغلها وده خلاها تصعب عليها. في الوقت ده الشركة كانت بتستعد لأكبر عملية نصب على الجيش، وبنشوف نا وجانج بيطلبوا يشاركوا فيها. وكان يانج بيتصل بالجيش يتقمص دور قائد بيطلب ميزانية زيادة الأسعار، وكان واضح انهم مجمعين معلومات كتير ومذاكرين العملية كويس جدا. ونجح يانج وقدر يصطاد القائد العسكري، والمبلغ كان معدي $500,000. ونا وجانج هما اللي هيروحوا يستلموا شنطة الفلوس. وجانج كلمت بارك وعرفت اللي حصل، وطلب منها انها اول ما تستلم الفلوس توديها له على طول. وكان باين انها مترددة، وبنشوفها هي ونا وهما واقفين في الجراج بيتكلموا، وجانج بتعرف نا انها مش مقتنعة باللي هيعملوه، ونا بتقول لها ان اخلاقها مش زي اخلاق اللي بيشتغلوا في الامن القومي. وطبعا كان واضح انها بتلقح عليها بالكلام. وبنشوفهم هما ماشيين، وبنتفاجئ ان سونج كانت مستخبيه وسمعت كل حاجه. وهنا بنشوف نا وجانج هما منتحلين شخصيه ضباط في الجيش وبيستلموا شنطه الفلوس، واثناء ما كانوا ماشيين بيخبط في نا ضابط وبيوقع منها الشنطه على الارض. وهنا جانج استغلت الفرصه واخدت شنطه الفلوس وجريت، ونا جريت وراها ورمت على جانج طبق عورها في وشها. جانج ركبت عربيه جيش وهربت، ونا كلمت فريقها يداهموا الشركه ويقبضوا على كل اللي فيها. لكن وهي في الطريق عربية فيها يانج ورجالته اعترضوا طريقها وقامت بينهم خناقة، لكن كان عددهم أكبر وقدروا يخطفوها. جانج وصلت للمطعم اللي بارك مستنيها فيه. أول ما وصلت بتخبط في نفس الضابط اللي كان خبط في نا ووقع منها الشنطة. ولما وصلت للترابيزة اللي قاعد عليها بارك كان قدامه شنطة الشبه اللي فيها الفلوس، ونزلها على الأرض ورحب بجانج وسلمته الشنطة. أول ما فتحها لقى فيها ورق أبيض، فضل يأنف فيها وإنها فشلت في المهمة، وإنه خلاص مش هيقدر يرجعها الشغل، وإن خلاص المهمة انتهت. وجانج قعدت تحت رجله وفضلت تترجاه
يديها فرصة تانية، لكنه بيرفض وبياخد شنطته وبيسيبها وبيمشي. وبنشوفه راكب عربيته وبيبص للشنطة وهو مبسوط، لكن أول ما بيفتحها بيتصدم لما بيلاقيها الشنطة اللي فيها الورق. وهنا بنرجع فلاش باك وبنعرف إن جانج شكت في الموضوع أول ما الضابط خبط فيها وهي داخلة المطعم، وشكها بقى في محله لما لقت الشنطة فيها ورق، وإنها بدلت الشنطة لما عملت نفسها بتترجى السيد بارك. وهنا بنشوف الشرطة دخلت مقر الشركة لكن ما بيلاقوش حد، وبيحاولوا يتواصلوا مع ناه لكن مش بيبقوا عارفين يوصلوا لها. في محطة الباص جانج بتتصل على مين وسألته على ناه. وقت ما كان بيكلمها بتشوف ناه وهي مربوطة وبتحاول تفك نفسها، وفعلا بتقدر تفك ايديها وضربت الاتنين اللي كانوا رابطينها. بس مين دخل عليها بمسدس فاضطرت تسلم نفسها وخلاها تكلم جانج اللي قالت لها انها هتيجي تنقذها، لكنها كانت زعلانة منها عشان اخدت الشنطة وغدرت بيها. جانج خدت عنوان من مين اللي قال لها ما تبلغش الشرطة وتيجي في عربيته اللي سابها مركونة في جراج الشركة. وهنا بنشوف بارك وهو ماشي ورا العربية عشان كان حاطط فيها جهاز تتبع، وكان مفكر مين هو اللي راكبها وان الشرطة كانت بتراقب بارك. وبنشوف جانج بعد ما وصلت للمينا وده المكان اللي بلغها مين تقابله فيه، رمت له شنطة الفلوس وطلبت منه يسيب ناه زي ما وعدها، لكنه ضربها وربطهم مع بعض وعرفهم ان هو الرئيس الحقيقي للشركة، وسابهم مربوطين وساب معاهم كلبين شرسين، وطلع علشان يهرب هو وفريقه في مركب. لكن ناه وجانج يقدروا يفكوا نفسهم واخدوا مركب ولحقوا مين ورجالته، وقامت بينهم خناقة. وبيظهر باركو معاه مسدس لكن جانج بترمي عليه شبكة لأنها ما كانتش واثقة فيه، وبتوصل الشرطة وبيحاول مين يهرب وبيضرب النار على يانج اللي أخدت شنطة الفلوس وكان عاوز يهرب بيها. وهنا جانج بتوصل لمين اللي كان مستخبي وبيدخلوا مع بعض في خناقة، لكن مين كان أقوى وقدر ياخدها رهينة. لكن ناه لما شافته ماسك جانج غضبت وتعصبت جدا ورمت عليه مسدس وهو تفاداه، لكنه تشتت وجانج استغلت الفرصة ووقعته على الأرض. وبيجي رجال الشرطة وبيقبضوا على الكل، وفي آخر المشهد جانج وناه قاعدين على البحر بيضحكوا وبيهزروا كأنهم نسيوا كل اللي حصل. وهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لنا في الكومنتات عايزين نلخص لكم ايه بعد كده. سلام.